5 أذكار واجبك تجاه نفسك، هم سهلين جدا انك تحصن نفسك بيهم. الفاتحة كل الناس حافظاها، الإخلاص اللي هي قل هو الله أحد، المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. سيدنا النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، قال اقرأ إخلاص والمعوذتين في الصباح والمساء 3 مرات تكفيك من كل شيء، تحميك من أي حاجة. فاتحة أعظم رقية، قل هو الله أحد، المعوذتين، ثم التعويذة اللي كان بيعوذ بيها سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل، وكان بيعوذ يعني يحمي، وبيعوذ بها النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يعني إيه عين لامة؟ يعني عين بتنظر نظرة تلام عليها، نظرة مش حلوة. أعوذ بكلمات الله التامة، احفظ، من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. طب والخامس؟ الخامس هو تحصين سيدنا جبريل للنبي لما شاف النبي مريض وقال اشتكيت يا محمد، حديث صحيح مسلم، قال نعم يا جبريل، قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. اللي مش حافظها يدور عليها، سهل أوي، الإنترنت موجود، أو في كتاب حصن المسلم، أو يسمع الحلقة تاني. تحصين جبريل للنبي، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. دول 5 تحصينات إن بنفسك عليك حقا. وحصن عيالك لو كانوا لسه صغيرين مش بيعرفوا يقولوا التحصينات دي، وشغلها في الكاسيت في البيت بحيث انك انت تبقى تذكر ربنا ثم تطمئن. وهنا بقى جيت عشان اغسل السجاده اللي هي البيج اللي شبه اللي انا حطاها تحت الحمرة دي. لقيتها بصراحه ان انا كنت غسلاها وهي نظيفه وزي الفل، الحمد لله ان انا ما بلتهاش ويعني وكده، عشان هي بصراحه نظيفه، فحرام ان انا اهلك صحتي ونفسي واقعد اغسل فيها وهي نظيفه. انما التانية كانت دودو، هي كانت فيها روج بس ما كانتش فيها حاجه الا شعر وروج، لان دي في اوضتي انا، فاستهلاكي على الحاجه مش زي الاوضه اللي فيها سجاد والعيال بيقعدوا فيها. تمام، بس هغسل بقى السجاد معاكم كده وعلى الهادي كده واحده واحده. يلا بقى قومي تشجعي. طبعا انا مش عايزاكم تزهقوا وتقولوا انت كل يوم تغسلي سجاد، لا والله، انا بس الفكره ان انا عندي سجاد كتير، وزي ما قلت لكم احنا بنشجع بعض. يعني انا مثلا هنا انا بغسل الحاجه اللي عندي زي ما قلت لكم ضروري، يعني البيت كده كده ملحوق عليه، انما السجاد الجو ده بينشف الحاجة بسرعة. يعني انت ما تغسلي الحاجة السجادة من اول النهار تيجي على بالليل تلاقيها نشفت، حقيقي بتلاقيها نشفت. انما ممكن السجادة اللي انا بغسلها قدامكم دي لا، ما اعتقدش ان دي هتاخد يوم، يعني دي بالكتير قوي يومين، لان زي ما انتم شايفين دي شعر كده وتقيلة جدا، واللي تحتيها كمان تقيلة، فدي ممكن تاخد يومين بالشمس كده. يعني من اول النهاردة انا دلوقتي بكلمكم الساعة 11 الصبح، يعني مثلا نقول بدأت الساعة 10 مثلا، عبال ما شطفت ومش عارفة ايه والكلام ده كله كانت الساعة 11. يعني كده يعني، فقولوا يعني ان ايه، عبال بقى ما تاخد تتصفى شوية، بعدين نروح انشرهم وياخدوا الشمس بتاعت اول النهار، لسه برضو الشمس ما طلعتش، وياخدوا لحد تاني يوم الشمس معاهم برضو، لان انا بالليل بقلبهم. يعني انا مثلا هسيبهم النهارده الساعه 11 هنشرهم، وبكره تاني يوم هقلبهم من الناحيه التانية ياخدوا الشمس من ناحيتين. تمام، بس فكده كده مش هبقى مستربعه عليهم غير برضو ايام الشتاء. فوجهة نظري يا ريت تكون وصلت لكم بس عشان تاخدوا بالكم وتفهموني. فطبعا انتي زي ما قلت لك لو في حاجات تانية، انا في حاجات تانية كتير لسه هعملها معاكم. انا بدأت بالحاجات اللي هي محتاجة اعملها ضروري الايام دي. بعد كده يا جماعة احنا عندنا دروس ومدرسة ومدرسين هتجيلنا البيت، فالوضع هيبقى صعب وضيق، فما فيش وقت ان احنا نأجل الحاجات دي. فاليومين دول انا بالنسبه لي ان انا اغسل السجاد واشيله زي ما قلت لكم احسن لي. على دخلت باذن الله الشتاء افرش بقى السجاد بنظافه وادفي البيت والدنيا كده تبقى حلوه. تمام، ما تنسيش بقى في الكومنتات تكتبي لي كلمه حلوه كده زيك، تكون ذوق زي ذوقك كده،
من ذوقك يعني تكتبي لي كلمة، وكمان تعملي لي لايك لو عجبك الفيديو، وتكوني اتشجعتي. طبعا انا بصوا بقى مش مسرعة اي حاجة، انتوا دلوقتي معايا لحظة بلحظة. بحط المسحوق معاكو، بشطف معاكو، ببرم السجادة معاكو، يعني مش بسرع ولا بجري من الفيديو ابدا ابدا، كل حاجة لحظة بلحظة ما عدا بس الصوت. حبيت احط لكم الدعاء ده تقولوا كده ورا الشيخ مصطفى حسني، تحصنوا بيتكم وتحصنوا عيالكم، وربنا يكفينا شر العين يا رب اللي بص علينا وفي رزقنا وفي حياتنا. ربنا يكفينا شرها يا رب ويبعدها عننا، اللهم امين يا رب. فادعوا الدعاء ورددوه. بجد حلو قوي، وانا بحب الشيخ مصطفى حسني بجد، راجل انا برتاح لكلامه، برتاح لاحاديثه، ويعني ربنا يجازيه كل خير على ان هو بيعرف يوصل المعلومة ويوصل الفكرة بشكل حلو. فانا بحب اشغله كده ساعات في البيت واعلي السماعة واقعد اسمع الحديث بتاعه، فهو حلو قوي. بس المهم يعني خلصنا السجادة واحنا بنلك وبنرغي مع بعض، بس خلصت خلاص، هي ما خدتش حاجة. عايزة اقول لكم ان السجادة دي هي حلوة وكل حاجة، وشيك الشعر بالذات، بس بتلم يعني حاجات جواه. يعني الشعر ده انا لما باجي مثلا اكون فرشاها وعايزة مثلا اعملها بالمكنسة بالكهرباء، المكنسة بالكهرباء ما بتقدرش تخش جوه شعرها غير لما اعلي المكنسة على درجة عالية قوي، عشان تجيب لي الفتافيت والحاجات اللي جواها محشورة جوه الشعر بتاعها. لازم عشان تنضف وتديني احلى نتيجة ان انا انفضها بايدي كده يعني هي متعبة شوية. فالمهم انا هنا خلصت، فاضل السجادة اللي هي البيج، وزي ما قلت لكم انا هغسل واحدة بس، والتانية يعني ايه هعملها التانية لقيتها نضيفة، هي واحدة بس اللي كانت فيها روج، اللي دودو طبعا لعبت لي البخت في السجادة. المهم نيجي بقى لمرحلة الشق. عايزة اقول لكم السجادة رغم ان هي مش كبيرة وبرضو مش صغيرة، بس خدت كمية مية. بصوا يعني انا عمالة اعمل، بصوا مية كتير كتير قوي، عمالة تشرب في المية، عمالة تشرب في المية، فخدت كمية مية رهيبة. انا كنت حاسة ان الكارت هيخلص ومحمد هيقطم زمارة رقبتي بجد. لا خدت ميه كتير قوي بصراحه، بصراحه كتير قوي. فالمهم يعني ان انا ربنا بقى يستر وان انا اخلصها والميه تبقى ما تخلصش يعني. المهم ان انا خليتها بتبرق، والله العظيم بجد الشعر ده بتاعها كان بيزيق في ايدي. المهم زي ما قلت لكم كده هبتدي بقى ايه، لقيت بقى الصابون ده مش بيروح، فكان اسلم حل ان انا اعمله بالمساح كده، عشان ايه يعني اشد الصابون الكتير ده منها. المهم يلا يا جماعة اللي وراها حاجة تعملها بجد، احنا داخلين على المدارس والدروس واللازم منه والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، فمحتاجين ان احنا على قد ما نقدر نخلص وننجز عشان نقدر نرتاح ويبقى ورانا الروتين العادي، اللي هو ان انت بتقومي تغيري ملاية السرير، تحطي لك غسلة في الغسالة، تجمعي البيت على السريع، الحاجات اللي هي السريع الروتين اليومي، اللي هو ان احنا خلاص احنا خلصنا المهام الصعبة وفضل الحاجات اللي هي الروتين في حياتنا. كفاية علينا الدروس يا جماعة والمذاكرة والاكل والشرب والحاجات دي، فحلوة قوي علينا كده. فيا رب يعيننا ويعين كل الامهات وننجز بقى ونخلص، عشان احنا جبنا اخرنا بجد. مش عارفة الناس دي اللي في البيت دي يعني بجد ربنا يسامحها اللي هي عاملاه فينا بجد والله. بس فانا هنا خلصت يعني هو زي ما انتم شايفين برضو في شوية صابون بسيط، زي ما قلت لكم هي بتاخد مية كتير قوي، فانا طبعا ايه بحاول ان انا انجز عشان خاطر برضو ايه ما يعني كفاية كده، كفاية مية بصراحة يعني. بصوا مية قد ايه. المهم ان هي خلصت وبقت زي الفل، اديها برضو حبة مية. بصوا الصابون شايفين ده الناحية التانية. المهم ان انا حميتها حماية محترمة بنت لذينة، احطها تتصفى وتعيش حياتها.
عشان ايه اما اجي انشرها كده ما تبقاش بتسقط ميه كتير. وبكده ابقى انا خلصت وخلصت. وهنا بعد ما سبتهم فترة كده يتصفوا، طلعت بقى نشرتهم في الشمس. شايفين كنت حابة كنت غاسلة شوية الغسيل دول ونشرتهم مع نفسي بقى، وحطيت السجادة كده في الشمس. بصوا بقت نضيفة وبقت زي الفل. هي بصراحة ما كانتش متبهدلة قوي. ودي السجادة اللي بحطها قدام الحمام الصغنونة دي. ودي السجادة الشعر اهي، سبتهم بقى مع نفسهم يتصفوا بقى. هما كده كده اتصفوا يعني، بس يكملوا اكيد هينزلوا مية تاني. بس الجو كان حلو. دي مخدة كنت غسلاها معاكم امبارح، ويا رب يكون الروتين عجبكم. استنوني بكرة، مع السلامة.